ازاي انت بتزيق ومش قادر امشي واصحابي بالتاني. ما تبعديش عني حتى بمشاعرك، حتى لو عملت حاجه غلط وانت زعلت مني. ده هيرجع صحة ابوك زي ما كان ولا هيمسح 3 سنين سجن من حياتي. مثلا عيال بتلعب كوره في الشارع، انا ابويا بيقول لي مثلا سلم سول ماجير ايه الدليل بتاعه. يا حبيبي ازاي. فرحت للدكتور بتاع الدايت وقلت له انا حاسس ان انا بزيد، فطلب مني شويه فحوصات كده وبتاع. بعد كده اكتشفت ان انا عندي حاجه في القلب. من شغله ورا الرقصات لفنان شامل ورجل اعمال كبير، لما تسمع اسم احمد فهمي اول حاجه هتيجي على بالك ايه؟ المغني اللي بدأ مع واما، وانا موت بعديك بالشوق ده الهضا، ولا الممثل الكوميدي، ولا صاحب الادوار التوكسيك؟ يا باشا ظلم، والله العظيم ده افتراء. والله العظيم احنا ملحقنا نعمل حاجه. بنت ما تلاقيش عوضي. ولا الراجل اللي عارف يستغل اسمه في البيزنس ويكسب من كل اتجاه؟ لكن خلينا متفقين ان احمد فهمي مش مجرد فنان عادي، ده واحد عارف ازاي يلعبها صح، سواء في الغنى ولا التمثيل او حتى في مشاريعه الخاصه. لكن في سؤال دايما محيرنا كلنا، هو احمد فهمي شاطر فعلا ولا كل حاجه جت معاه ضربه حظ؟ في الفيديو ده هنجاوب على كل الاسئله دي. أحمد فهمي الراجل اللي عمل كل حاجة في الفن، مغني، ممثل، ملحن، عازف ومذيع، ومع كده لسه عنده وقت يكسر الدنيا في كل مجال من دول. اتولد 17 مارس 1978 في القاهرة وسط عيلة حالتها المادية على قدها، وأبوه كان شغال شغلانة بسيطة، والوضع ده أثر عليه بشكل كبير وسبب له عقدة في انا وانا حياته. صغير ابويا الله يرحمه، لان احنا عيله كبيره وهو كان مرتبه قليل، بيجيب لي جزمه واحده في السنه، هي دي بتاعت بقى العيد والمدرسه، وكان طبعا ضد ان انا العب بيها كوره علشان لو لعبت بيها كوره بتتقشر. حتى أصحابه كانوا بيتنمروا عليه بسبب ظروف أهله. كان ليا واحد صاحبي وهو كان من عيله كويسه يعني غنيه ومش عارف ايه وكده، فانا مبدئيا كانت دولابي درج، قميص المدرسه وبنطلون وبس وخلاص. فرحت له البيت، فهو بقى فتح الدولاب كده مليان بقى حاجات ومش عارف ايه، ما شاء الله يعني حاجات كتير قوي كده. فقال لي اختار اي حاجه، قلت له خدها يعني ليا، قال لي خدها البسها يعني مش عارف ايه وكده. فلبست، خدت قميص وبنطلون من عنده، وانا كنت مصاحب بنت معانا في المدرسه بس. وبعد كده انا واقف معاها، فجي كده قال لي مش هتجيب بقى الحاجات اللي انت واخدها مني؟ لا ده سالف مني اللي مش عارف ايه وكده، يعني كده حسيت ان انا اتهزيت كده. لكن رغم كده احمد ما يئسش وسعى انه يحقق حلمه، وكان ولد وحيد وسط 5 بنات، وموهبته ما جاتش من فراغ، ده واخد الصوت الحلو من والده ووالدته، وكأن الفن كان مكتوب له من البدايه. اتولدت في عيله فيها 5 بنات وابويا وامي. ابويا كان بيشتغل في مكتب ميوزيشن اسمه ميشيل يوسف، كان ابويا بيكتب فيه اللي بينسخ النوت وكده. فانا مثلا وانا عندي 3 سنين او 4 سنين، مثلا عيال بتلعب كوره في الشارع، انا ابويا بيقول لي مثلا سلم سول ماجير ايه الدليل بتاعه. ولما اهله اكتشفوا موهبته قدموا له في معهد الكونسرفاتوار، وفعلا احمد كان طالب شاطر قوي. ظهر شويه كده والموهبه ابتدت تبان عندي. فامي قالت لبابا ان في معهد الكونسرفاتوار. فالمهم دخلت الكونسرفاتوار وابتديت بقى الموضوع المزيكا يكبر واحده واحده وكنت من الناس الموهوبه يعني. الدفعه كانت قليله كمان، بس انا كنت الناس الشاطره وكده. لكن الدنيا ما كانتش سهله والفلوس قليله والضغط كبير، فقرر ينزل يشتغل وهو لسه عيل صغير. كان فاهم ان الحلم مش هيجي بالسهل، فبدل ما يقعد يستنى الفرصه نزل شق طريقه بنفسه. وبعد كده روحت، طبعا امي ما صدقتش ان انا اشتغلت حاجه اخد الفلوس دي. حتى قلت لها والله لا تسكتك بقى ولا فلوس حلال ولا الفلوس دي. قلت لها والله يا ماما لا اشتغلت. لكن بعدها الشغل اثر على دراسته، فقرر انه يسيب الشغل ويهتم بالدراسه. لغايه لما في مره عندنا يعني بروفا مع الاوركسترا، فالمايسترو فجاه وقف الاوركسترا قال لي اعزف لوحدك. طبعا كنافه يعني، وبخني بشكل مش لذيذ قدام الاوركسترا. انا من اللحظه دي سبت الشغل خالص وركزت بقى في الاوركسترا، يعني في المعهد والمزيكا وكده. وبعدها اتعرف على اصحابه محمد انور واحمد الشامي ونادر حمدي، وبدا ياخد منح موسيقيه ويسافر يعزف في حفلات بره مصر. ومن هنا عمرو دياب بيشوفه وبيعجب بموهبته، بيقرر يضمه لفرقته كعازف كمان. انا بحبها في عمرو دياب جدا ان هو بيحترم الفنان، فكان بياخد رايي في الحاجات. بس في يوم كده قال لي انا عندي حفله في الساحل وكده، ايه رايك تعزف معايا ومش عارف ايه؟ فقلت له لا تمام. فاول لما عزفت معاه في الحفله هو ما صدقش ان انا بعزف كده، فجي جنبي قعد يقول لي اعزف تاني اعزف تاني كده وبتاع. وبس فضلت مع عمرو مثلا 2 أو 3 شهور، عملنا تور يعني كده. وبعد كده بقى عندي حاجات تانية انا
عايز اعملها يعني. ومع الوقت موهبته بدأت تلفت نظر المنتجين لحد ما واحد فيهم عرض عليه يغني لوحده، لكنه رفض لانه كان عايز يغني مع اصحابه. وهنا بدأت فرقة واما. لغايه لما في مره كده كنا بنسجل حاجه، ففي دكتور عندي في المعهد اسمه دكتور خالد داغر قال لي انا ممكن انتج لك يعني. فقلت له تمام، قلت له بس انا مش هغني لوحدي يعني، هغني انا ومحمد نور، وجبت معانا نادر وشامي. من اللحظه دي اتولدت فكره الفرقه. بس اللي الناس كتير ما تعرفوهوش ان اسم الفرقة في الاول كان بوي باند، وبعدها غيروه لواما سنة 1998، وكانوا بيعزفوا بس من غير غنى لحد ما في 2003 قرروا يغنوا ونزلوا اول ألبوم يا ليل اللي كسر الدنيا، خصوصا اغنية ليل وشوق ونجوم اللي كانت حاجة جديدة تماما وقتها. وبعدها قدموا ألبوم يا غالي عليا سنة 2005 وحقق نجاح كبير. وبعد الألبوم ده زادت شهرة الفرقة جدا، والناس بقت تستنى منهم كل جديد. من أشهر أغاني الألبوم أغنية مقدرش أنساك، وأغنية قلبك وقلبي، وأغنية أقرب لي من روحي. بعدها عملوا أغنية لفيلم تيتو، وبعدها قدموا ألبوم رايحة جاية اللي كان مليان أغاني حلوة زي عندي كلام وأغنية سلمى يا سلامة. وبعدها نزلوا ألبوم كان يا مكان، يا مكان كنا في مكان، وآخر ألبوم ليهم مع بعض كان الصيف ابتدى. الصيف ابتدى هنغير جو. فرقة واما واحدة من الفرق اللي قدرت تثبت وجودها رغم ان الفرق الغنائية في مصر مش بتكمل كتير، ورغم ان احمد فهمي كان جزء من الفرقة الا انه حب يشتغل لوحده برضه. وفعلا نزل اول ألبوم ليه سنة 2007 باسم جيت في بالي، واللي كان نجاحه كويس جدا. ومن انجح اغاني الالبوم اغنيه اللي مصبرني عليه. الاغنيه دي عجبت الناس قوي، واغنيه يا شاغلني عليك طمني عليك. احمد فهمي ما وقفش عند الغنى وبس، ده دخل مجال التمثيل بقوه وشارك في افلام ومسلسلات كتير، وبدا مسيرته الفنيه ببطوله فيلم خليج نعمه مع غادة عادل وباسم ياخور ومحمود العسيلي. بس ايه، مفيش وقت الكلام ده. هتمثلي ولا ايه؟ ما يلا بقى، عندنا حاجات كتير قوي. ايوه عايزين نفرح بقى. طيب وفي الفيلم ده احمد عمل كذا اغنيه دويتو هو والعسيلي، زي اغنيه احساس غريب اللي لمست قلوب الناس، بحس وانا معاك، واغنيه غابت شمسنا، واغنيه هندوس اللي كسرت الدنيا، دوس ما يهمناش كلام، واغنيه حلوه يا بلدي مع غادة عادل، مليان بحكايات. الأغنية اللي حققت نجاح كبير جدا ولسه لحد النهاردة معلقة مع الناس وبيحبوها جدا. بعد سنتين أحمد فهمي جرب حظه تاني في السينما وشارك في بطولة فيلم بدون رقابة. كده مش هنلحق المحاضرة، كفاية عليا آداب ومخدرات، لكنه للأسف منجحش. وبعدها على طول في نفس السنة شارك في فيلم أزمة شرف مع غادة عبد الرازق. قلت احجز تذكرة واطلع بره مصر لغايه لما الحكايه تهدى وترسى على بر، لكنه برضه ما حققش اي نجاح يذكر. ومن هنا بدات الناس تسال هل فشل الافلام دي كان بسبب احمد فهمي وقله خبرته؟ لكن بعد الانتقادات دي قرر يبعد عن البطولات ويركز على الادوار الجانبيه، زي دوره في مسلسل ماما في الاسم مع سميرة احمد ومحمود ياسين اللي وقتها كان ناجح جدا والناس حبت شخصيه احمد فيه. كنت مجنون. دلوقتي عقلت. وكان حظي كويس طبعا، استاذ محمود ياسين كمان كان موجود ودوري قريب منه طول الوقت. ده كان نقله بقى. ودوره في فيلم مصور قتيل، السفاح قتل اكتر من 10 بني ادمين. وشارك كمان في مسلسل خطوط حمراء مع احمد السقا. تدش نفسك جناف واللي عندك يا خرطوش. انا خلاص مفيش حاجه اخاف عليها حضره الضابط. مسلسل الداعيه مع هاني سلامه. لا مفيش اي مشاكل ولا حاجه، انت عارف يا طارق بيه كلام مديرين الانتاج اللي كسر الدنيا وقتها، والناس بدأت تشوف أحمد فهمي كممثل موهوب بجد، لحد ما وصلنا لسنة 2015 وشارك في بطولة مسلسل طريقي مع شيرين عبد الوهاب. مدير اعمال شهد كلمني وعزمني على السهره وانا كنت مقرر اني مش رايح اصلا، اللي عمل نقلة كبيرة جدا في مشواره ونجح نجاح مش طبيعي، وده فتح له باب أكبر. فشارك بعدها في بطولة مسلسل لأعلى سعر مع نيلي كريم وزينة. بس يعني الحرب اللي ما بيننا دي اول حد بتأذي منها هي عائشه نفسها، اللي خلى الناس تكرهه بسبب شخصيته التوكسيك اللي لعبها بإتقان. وبعدها مشي أحمد على نفس الطريق وقدم مسلسل أنا شهيرة أنا خائن مع ياسمين رئيس. عايزك تسمعيني. انت قلت كل حاجه خلاص. شهيره 5 دقايق.
وبعد النجاح الكبير اللي حققه شارك سنة 2019 في بطولة المسلسل السوري الحرام لك. حنا هتتشنق بكرة الصبح وانا كده واقفين بعض يا قمر دور عليكي. وفي نفس السنة شارك في بطولة فيلم اللعبة الأمريكاني مع ناهد السباعي اللي للأسف فشل كبير. وطبعا مش هننسى دوره الجبار في مسلسل الاختيار 2. طبعا العربية عتلت بيكوا في نفس النقطة. لا مش للدرجة دي، اتضرب علينا النار والنار هي اللي وقفتنا. وبعدها أحمد ركز أكتر على الأعمال الدرامية زي دوره في مسلسل الفريدو. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ استنى يا فريد، انا هفهمك احنا كنا بنتفق على ايه. لا والله، يلا بيعمل هنا مفيش اتفاق. مع إلهام شاهين اللي كانت فكرته جديدة على الدراما، ومسلسل نقطة سودا مع ناهد السباعي اللي للأسف ما نجحش خالص. ولما هو مات كلينيكيا ازاي ما نعرفش بحاجه زي كده؟ واضح ان الكيمياء بينهم ما كانتش موجوده اصلا. وكمان مسلسل بين السطور مع صبا مبارك اللي عمل قلبان. كنت واقف بتفرج وانت عارفه ان انا كنت واقف في ظهرك طول الوقت. ما كنتش واقف في ظهري. خصوصا دور حاتم عز الدين اللي احمد فهمي اتقنه بطريقه تجنن. احمد فهمي دايما بيدور على الجديد ورافض يقف عند خطوه واحده، كل مره بيجرب حاجه جديده وبيفاجئ جمهوره. احمد مش بس ناجح في التمثيل والغنى، ده كمان مذيع ناجح جدا. قدم برنامج ارب ايدل ل3 مواسم. هو كل قلب واحد فينا بلده، وانا مصر في قلبي. وبرنامج سهرانين معاكم بالبيت عشان السهرة تحلو هينضم لينا كل يوم محمد الموسى. وبرنامج قعدة رجالة الموسم الثاني. هنا 3 شخصيات، القافش يعني انا لو اتعصبت دلوقتي هعمل كده. ملك التنظير. وهنا احمد فهمي اثبت انه فنان متعدد المواهب اللي يميزه عن غيره انه قدر يبقى موجود في كل المجالات دي وحقق نجاح كبير، وده شيء مش سهل خالص. لكن طبعا حياة الفنانين ما بتخلاش من المشاكل. ففي سنة 2013 حصلت ازمة كبيرة لاحمد فهمي لما النيابة وجهت له اتهام بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من حسابات عملاء البنك. القضية عملت جدل كبير وقتها وناس كتير اتكلمت عنها. وقتها احمد دفع 10,000 جنيه كفالة علشان يخرج من القضية. لكن بعد تحقيق النيابة اتضح ان الموضوع كان لعبة من موظف موجود في البنك اللي استخدم احمد فهمي واستغل اسمه وحسابه علشان يحول عليه الفلوس بطريقة مش قانونية. لما اتسأل احمد عن الموضوع قال الموظف كان بياخد الفلوس مني والفلوس دي ما بيحطهاش بقى في حسابي. مثلا انا حطيت مثلا 10 جنيه بياخد 10 جنيه من حساب راكد اوريدي ما حدش بيستخدمه، بياخد منه 10 جنيه يحطها، بس فعليا ال 10 جنيه ما اتحطتش في حسابي. اللي انا استفدته من الموضوع ده ان كل ورقه خليه معايا. انا دلوقتي عامل فايل بسيب فيه اي ورقه باخدها من اي حاجه احطها في الفايل. خسرت مين في التجربه دي؟ لا ما خسرتش حد، بس انا كسبت ناس. لكن من فترة كده سمعنا خبر صدمنا كلنا، وهو خبر انفصال نادر حمدي عن فرقة واما. والكلام ده ظهر اول مرة لما نزلوا بوستر ليهم هم ال3 من غير نادر، فالناس قالت صدفة. لكن بعدها ظهروا ال3 سوا بيروجوا الحفلة ليهم من غير نادر. وبعدها بكام يوم تأكد خبر الانفصال، لكن محدش من الفرقة ولا حتى نادر طلع اتكلم عن السبب. أحمد فهمي متجوز من المطربة أميرة فراج وعندهم ولدين عمر وحسن. علاقتهم بدأت من أيام المعهد وقصة حبهم كانت مميزة جدا، خصوصا إنهم اتجوزوا في سن صغير. أنا في فرقة المايسترو سليم سحاب، فكنت لسه 17 سنة. هي دي السنه اللي قابلت فيها فهمي. كانت في حفله مجمعه علشان احتفالات 6 اكتوبر، فتقابلنا كل شويه يبص لي، فكنت بغني بقى كده كنا كلنا بس. وبعدين ثالث يوم بقى طلع ورايا بره البروفا خالص. وبعدين طارد خلاص بقى قلت بقى كفايه 3 مرات مطارده. قلت مش مشكله صعب عليا، وعزمني ساعتها على كانت كسرت البندق. لكن في مقابله احمد اتسال ليه مراتك مش بتغني رغم انه صوتها حلو جدا، وكان رده صادم للبعض لما قال بكل صراحه انا راجل شرقي جدا، انا بغير جدا وفي حاجات اقبلها وما اقبلهاش. فانا مش هقدر اقبل ان مراتي يبقى ليها فانز وكده ويحط صورها باك جراوند ولما اتسالت عن رايها قالت يعني كان يقول لي خلاص المحاضرات الساعه كام، اقول له الساعه 3 2:30 هو في الجامعه بيدور عليا قاعده فين، قاعده مع مين. اللبس يعني هو كده فتح شويه، يعني قميص لغايه هنا والشميز مقفول لغايه هنا فظيع. تبقي في البيت الساعه كام؟ 9:30. احنا اول ما اتخطبنا انا ساكنه في حته، هو في حته بعيده جدا، مش لسه معاه عربيه طبعا. كان بينزل من البيت عشان يجي لي مهندسين علشان يوديني مشوار ويرجع يروح تاني، كل ده بتاكسي. وبعدها بمده لما احمد اتسال تاني عن رايه في غنى مراته، فاجأ الكل وغير رايه تماما وقال انه ما بقاش عنده مانع وبقى متقبل الفكره عادي. يمكن انا في وقت من الاوقات كان بالنسبه لي لا مش عايزه تغني مثلا، بس دلوقتي لا بالعكس انا يعني بسبورت جدا في ان هي تغني. عملت لها لحن مثلا لسه هينزل. لكن من اصعب اللحظات اللي عدت على احمد لما عرف انه مريض بالقلب. الخبر ده عمل له صدمه كبيره، خصوصا ان لسه عنده اولاد صغيرين وهو الاخ الوحيد لاخواته البنات. رحت للدكتور بتاع الدايت وقلت له انا حاسس ان انا بزيد، فطلب مني شويه فحوصات كده وبتاع.
بعد كده اكتشفت ان انا عندي حاجه في القلب. لكن بعدها عمل عمليه في القلب وتعافى من الموضوع بشكل نهائي. طبعا كلنا عارفين احمد فهمي المغني والعازف والممثل والمذيع، لكن مش الكل يعرف الوش التاني ليه وهو حياه البيزنس مان. احمد فاتح سلسله مطاعم تعتبر من اشهر المطاعم اسمها ميت موت، لان فكرتها جديده وفروعها كلها ناجحه جدا، وفاتح فروع كتير بره مصر كمان. ما شاء الله 100 موت ناجح مع الشعب المصري. بس كده، ده كمان أسس شركة إنتاج خاصة اسمها تايم ويف. أحمد دلوقتي عنده 46 سنة، ورغم كده عمل إنجازات كبيرة قوي وفي مجالات كتير، وطبعا هو فنان طموح وباين إنه لسه عايز يقدم كتير. أحمد فهمي ثروته بتتراوح من 145 إلى 150 مليون جنيه، وآخر حاجة شفناه فيها كان فيلم السرب مع أحمد السقا وشريف منير. عمارة احنا بينجو فيول ولازم نرجع البيت دلوقتي. حقيقة إن أحمد فهمي فنان متعدد المواهب، ناجح في الغنى والتمثيل وحتى البيزنس، محدش يقدر ينكرها. لكن السؤال اللي الكل دايما بيسأله، هو شاطر في كل حاجة فعلا ولا هو عارف يلعبها صح؟ في ناس شايفة إنه فنان شامل، وناس تانية شايفة إنه ينفع رجل أعمال أكتر من فنان. الحقيقة فين؟ مش عارفين، بس الأكيد إن أحمد فهمي هيفضل دايما في الصورة، والجدل حوالين نجاحه ما بيخلصش.